كل جمهور النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وبعض من النقاد والأسماء الكبيرة والمحللين بيتكلموا إن النادي الأهلي عنده أزمة في المهاجم، إن ما فيش مهاجم إفريقي وإن ما فيش مهاجم أجنبي، وبعد رحيل محمد شريف، وإن هيتم الاعتماد على صلاح محسن خلال الفترة اللي جاية. هل أنت شايف إن النادي الأهلي فعلا عنده أزمة في عدم وجود مهاجم أجنبي هيدخل الموسم الجديد ومعهوش مثلا مهاجم أجنبي؟ هل دي هتكون أزمة بالنسبة له سواء في الدوري أو في كأس العالم للأندية أو في بطولة إفريقيا؟ طيب السنة اللي فاتت مش قالوا الكلام ده؟ والأهلي خد كل البطولات من غير راس حربة، ولا جاب راس حربة واحنا ما كناش واخدين بالنا؟ ده بالعكس، ده مشى حسام حسن راح سموحة، وشادي حسين قعدوا على الدكة، ومحمد شريف قعد على الدكة، ولعب كهربا. مش ده اللي كان بيحصل؟ وكان بيدي لمحمد شريف شوية ان يشارك من بعض في بعض الماتشات وينزل يهدف، ورغم كده ما كانش هو مقتنع بيه. واخد بالك؟ دي حاجة. تاني حاجة، انت دلوقتي عشان تسيب محمد شريف كنت لازم تجيب الأول راس حربة، وانت عندك في أفريقيا مفيش راس حربة، أو بمعنى أصح الراس حربة اللي هيجي لك هيبقى يا إما عامل رباط صليبي زي موليكا، أو سوزا راجل كبير في السن. فانت بتدق على دولت عشان يجوا، ماشي هاتهم. ما جبتهمش ليه؟ عشان سعرهم 6 مليون دولار. صح ولا غلط؟ طب الازمه مش عندنا بقى، يبقى ما تطلبش، يا اما تدفع وتجيب الراجل ده وتريحنا من كلام ان انت مستنيين وعايزين راجل فرود وعايزين واحد يجي يترجم. خلاص ادفع الفلوس. ادفع الفلوس. وانا قلت ما كنتش جبت امام عاشور، وكنت زودت على ال3 وجبت الراجل اللي هو الفرود عشان ما حدش يتحجج، لان في حجج هتحصل الفتره اللي جايه. يعني ايه حجج هتحصل الفتره؟ يعني مثلا ما رحت كاس العالم للانديه وما وصلتش للمربع الذهبي وخرجت بدري، هيجي يقول لك رضا عبد العال السبب. طبعا. مش انا اللي وقفت في ان ما اجيبش سوزا ولا موليكا؟ مش انا اللي قلت لهم وسلطتهم قلت لهم ما تجوش؟ واخد بالك؟ وهم بيسيبوا اي حد ويمسكوا في حد تاني، زي ما قال لك هو السبب في مشي موسيماني. لا، موسيماني اللي سابكم. موسيماني اللي سابكم ومشي. انتوا اللي طفشتوه، لان الراجل بدا يروح السفاره ويقولوا له جماهير النادي الاهلي بتهاجمك، الجماهير مش عاجبها الاداء، مش عاجبها طريقه اللعب، اللعيبه بقت تقع منه، اصابات كتير. مش ده اللي حصل؟ هو انا صاحب القرار في النادي الاهلي عشان انا ماشي؟ ولا النادي الاهلي بيسمع كلام حد؟ ولا ان هو بيخاف من حد؟ مجلس الاداره بيخاف من حد عشان ان هو مفيش الكلام ده. انتوا اللي مشيتوه، ويجي يقول لك رضا معلم مشاه. انا مالي يا عم؟ انا بقول رايي الفني. رايي الفني للناس اللي هي بتفهم، اللي هي بتقعد تتفرج عليا، اللي هي مقتنعه ان انا بقول حاجه صح. اللي هم مش متعصبين يعني. لا، اللي هم فاهمين في الكوره، اللي هو يعني انت مثلا دلوقتي انا ما بخاطبش كل الجماهير، لان في جماهير سواء هنا او هنا او هنا في اي حته هم شايفين ناديهم وبس، وعشان يبصوا عليك لازم انت تطبل للنادي بتاعهم. انا ما عنديش الكلام ده، انا بنتكلم بما يرضي الله وبنتكلم فني. وعشان كده انا بقول لك، هو انا لما بتكلم معاك النهارده بطلع ترند النهارده؟ انا بطلع ترند بعد الحلقه مثلا لما انا بقول لك اني موسيماني قليل فنيا. جماهير الاهلي بعد ما هو مشي قال لك رضا عبد العال كان عنده حق، لان هو فعلا قليل فنيا، وكانت ماشيه معاه.